اكتر حاجه بتخاف منها جدا تحصل لك؟ موت وانا على معصيه، ده اكتر حاجه مخوفاني يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احنا هنا برنامج، تمام؟ هنسالك سؤال وتجاوب بكل صراحه. اهم حاجه في السؤال انك تجاوب عليه بكل صراحه، تمام؟ تمام، بس يعني ما يكونش السؤال محرج يعني. لا هو مش محرج. السؤال بيقول ايه اكتر حاجه خايف منها؟ يعني اموت وانا على معصيه، ده اكتر حاجه مخوفاني يعني. ده اكتر حاجه انت خايف منها. اكتر حاجه مخوفاني يعني انت زي ما انت شايف يعني الموت الشباب الفجأة يعني. كل يوم نسمع ان فلان مات وفلان حصل فيه، كل ده على فجأة يعني. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من مات على شيء بوس عليه. يعني أنا لو مثلا مت على معصية هبعث على يوم القيامة. استنى بسألك سؤال تاني. اهم حاجة انك تجاوب بكل صراحة. بس والله ان شاء الله هجيب بكل صراحة. بكل صراحة كده وبكل امانة. اخر مرة سمعت فيها اغاني كان امتى؟ صراحة انا والله ما بسمعش اغاني خالص. لا استنى، انت لو بتقول كده عشان احنا في تصوير وان احنا بنصور بلاش صدقني. لا والله انا فعلا ما بسمعش اغاني خالص يعني. بسمع قرآن ماشي، انما اغاني لا. بالله عليك. والله بجد يعني مش عشان تصوير على الكاميرا ولا اي حاجة. يعني طبيعتي كده ما احبش اسمع الاغاني والدربكه والكلام ده كله. يعني انت اصلا بتقرأ قرآن؟ طبعا القرآن غذاء الروح. دلوقتي انت بتقول انك بتقرأ قرآن، تمام؟ انا عايزك تقرأ لي اي آية قرآنية، تقرأها قراءة، مش شرط يعني تجويد ولا كده. تمام. بسم الله. اكتر آية انت بتحب تقرأها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. لا ده انت كمان صوتك حلو. الحمد لله يعني نعمة من عند ربنا. لا صوتك حلو بجد. تسلم والله. تسلم. انت في نبرة من الشيخ القطامي. ايوه ده الشيخ المفضل ده. لا ما شاء الله. يعني فعلا 24 اللي ساعة بسمع القطامي. لا ما شاء الله بجد. طب بص، انا يا عم انا هطلب منك طلب. تمام تحت اهو. انا بصراحة عايز اسمع آية تانية. تمام ماشي. بصراحة يعني بكل صراحة، لان والله ما بجامل، والصوت فعلا عجبني. الله يخليك. آية صغيرة. ماشي. بسم الله. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنامل سابغات وقدوا في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. انت بصراحة انا استفدت منك النهاردة. سألتك سؤال قلت لك ايه اكتر حاجة انت خايف منها؟ قلت لي ان انا اموت على معصية. وده شيء يعني انا بحييك عليه انك عامل حساب للنقطة دي. ايوه ده اهم حاجه يعني لازم اعمل حسابي ليه. تاني شيء ان انا لما سألتك انك بتسمع اغاني، في ناس كتير بسألهم ممكن يقولوا ما بسمعوش عشان قدام كاميرا. لا بس بصراحة يعني انا واثق من كلامك انك فعلا ما بتسمعش اغاني بصراحة. اي. الاول نتشرف باسمك. علي. اسمك علي، تمام. بص يا علي، احنا الوقت البرنامج بتاعنا بيتعرض على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، اسمه اقوى محتوى ديني. يعني اسم الصفحه اقوى محتوى ديني. اقوى محتوى ديني، تمام. بننزل نسأل الناس كده عن شوية أسئلة دينية، عن تجارب مثلا اجتماعية. فاللي هو استنى حلقتك على البرنامج ده، وانا اتشرفت جدا 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 اني سجلت مع حد محترم زيك. وانا والله اتشرفت انا ان انا اقابل واحد محترم زيك يعني. الله يحفظك حبيبي. حبيبي يا علي.